ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل احلى طاجن فريك باللحمه بطريقه سهله ولذيذه ومش هتاخد معاكي وقت خالص. اولا طاسه على النار فيها معلقتين سمنه، ولما يسخنوا قوي تنزلي باللحمه. اللحمه دي نص كيلو، موزه متقطعه شرايح وسط كده، والكميه دي بتاعتك، ممكن تقللي عن كده او تزودي. حطيت ورقتين لورا وثلاث حبهانات كده على جنب، وحطيت فلفل اسود نص معلقه صغيره ونص معلقه صغيره بهارات لحمه، والملح مش دلوقتي. حمرت اللحمه لحد ما اخدت اللون ده، حطيت عليها بصلاية كبيرة متقطعة ترانشات وقلبتها، وتلات فصاص توم متقطعين ترانشات صغيرة، وقلبت بقى كده وخليت اللحمة على النار على نار هادية لحد ما نزلت ميتها. وبعد كده بدأت أضيف لها المية تكون سخنة تغطي بيها اللحمة، وبعدين تغطي وتهدي النار. هتفضلي بقى تشوفي اللحمة تقلبيها وتضيفي لها مية تاني بنفس الطريقة، والنار تكون هادية لحد اللحمة ما تدخل في السوا خالص. ما تحطيش الملح إلا في الآخر. تشوفيها بقى دخلت في السوا، هتحط لها الملح بتاعها معلقة صغيرة ملح وتقلبيها، وكده بقى خلاص هننزلها. في طاسة على النار فيها معلقتين سمنة، حطيت بصلة صغيرة مفرومة ناعم وقلبتها شوية لحد ما دبلت، وبعدين حطيت عليها الفريك بتاعنا. الكيس نص كيلو، أنا استعملت النص كيلو. غسلته الأول وبعدين نقعته في مية سخنة لمدة ساعة، وبعد كده حمرته بقى مع البصلة بالطريقة دي. حطيته على النار تقريبا 5 دقايق، وهو بيتحمر تتبليه فلفل اسود وبهارات لحمة والملح، كل حاجة نص معلقة صغيرة، وتقلبي. بس ضفنا له بقى بعد كده معلقة صلصة طماطم كبيرة. تقلبي بقى في التتبيلة كده، وبعدين زي ما بقولك ضفت له معلقة صلصة طماطم، وتتقلب معاه كويس، وبعدين هننزل الفريك كده. خلاص ده الطاجن اللي هستعمله. حطيت فيه الفريك تحت كده الكمية كلها، وبعدين حطيت عليه اللحمة على الوش بالصوص بتاعها بالشكل ده. والشوربة بقى تكون سخنة، حطيت كام فلفلاية كده للتزيين بس. الشوربة تكون سخنة، تحطي بقى كمية الشوربة لحد ما تغطي وش اللحمة بالفريك كده، وتغطي بقى القالب الطاجن سوري، وتدخليه الفرن. دخلته على درجة حرارة 220 على الرف الوسطاني. أخد حوالي نص ساعة وطلع بقى بالجمال ده. الفريك مفلفل وحلو جدا، واللحمة مستوية قوي قوي، وبألف هنا. ولو عجبك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.